أكلمك بقى عن فكرة الورش، لأن أنت من الممثلين المؤمنين جدًا بفكرة الورش، وأنت قُلت إن أنت رغم إنك درست مسرح في الجامعة الأمريكية، لمّا سافرت برّه أول مرّة عشان تاخد courses وworkshop حسيت إنه لسه محتاج أدوات كتير عشان تحس إنك ممثل. فهل ده اللي خلّاك أنت والممثلة علا رشدي تفكروا إن أنتم تجيبوا واحد من أهم الacting coach أو مدربين التمثيل جيرالد جيمس ييجي مصر يدرب بقى الممثلين الموهوبين الشباب زيكم، والّا الفكرة جات إزاي؟ بص، هي الفكرة اتولدت على كذا سنة، لأن أنا كنت صغير ساعتها، كان عندي 23 24، وكنت خدت ورشة ميثود اكتنج مع مدرب تاني كان جه مصر، كانت للبروفيشنال اكترز، وانا كنت الوحيد الصغير. كان فيها نجوم زي احمد حلمي، منى زكي، خالد الصاوي، ناس تقيلة جدا، وانا كنت عيل صغير يعني من الجيل الجديد، ما كانش فيه كتير ومحدش كان مهتم. بعد كده علا رشدي قررت تجيب حد، عملت ورشة صغيرة كان فيها 7 أنفار، أنا وعمرو عابد وأحمد داوود وعلا وكذا حد تاني وإنجي وجدان كمان، ساعتها كان من زمان أوي. بس it didn't really work out. She didn't know how to promote it أو to still يعني. فأنا قلت لها علا، أنا أعرف ناس تحب وتيجي وتعالي، يلا يلا ننظمها بقى بجد. فابتدينا فعلا ننظمها، وانا الفيجن بتاعتي كانت اوكي، طب انا من جيلي بروح اتدرب، والحمد لله عندي امكانيات ان انا ممكن اسافر بره اتعلم بره وبتاع، بس انا مش هغير الكونسبت او هغير الصناعه لوحدي. لازم انا ومجموعه كبيره جدا من الممثلين يبداوا يشتغلوا بطريقه مختلفه غير الطريقه اللي احنا ممكن نقول كنا متعودين عليها في التلفزيون. مش ان هي وحشه، بس هي كلاسيكية أو يعني بتتطور مع الوقت. التمثيل بيتطور لما بنيجي نشوف دلوقتي في نتفليكس ونشوف المسلسلات الاسباني ونشوف المسلسلات الهولندي، المسلسل ايا كان لا، الناس واصله في حته تانية خالص. والانجليز برضو طبعا في التمثيل يعني عندهم very very subtle techniques كده، وبيشتغلوا على الصوت وكده. فحسيت لا، مش يعني انا طبعا my vision كانت اكبر، اللي هو انا عايز اغير المفهوم التمثيل وعايز اعمل كده. فبدانا نشتغل على سكيل صغير. كل سنه بننظم ورشتين او 3. سنه 2019 نظمنا 6 ورش مع جيرالد جيمس. جيرالد جيمس مدرب اكتر من 350 ممثل وممثله في ال10 سنين اللي فاتوا دول. حوالي تلتهم او نصهم بيشتغلوا دلوقتي، سواء في ادوار كبيره او ادوار صغيره في السينما، ومسمعين. فذات makes me very proud ان انا خلقت كده جيل، او ساهمت انا وعلا في ان احنا نخلق جيل كده من الناس تشتغل على نفسها، تطور من نفسها عشان نواكب اللي بيحصل في العالم. بس دي حاجة تحترم جدًا، لإنه كان ممكن يبقى فكرك فكر أناني أكتر، إن أنت تروح تاخد الورش دي ويعني مش مهم الباقي يعني، فما خُفتش من المنافسة حتى إن كان في لحظة، إن هُم لمّا يبقى في ناس أكتر بتتدرب هيبقى في ناس أكتر competent يعني ده ممكن يبقى تفكير بعض الناس، مش باقول إن ده تفكيرك وواضح إن هو مش تفكيرك. لا، المنافسة مهمة جدا عشان كلنا نطور من نفسنا، لأن مفيش منافسة واحد حاط نفسه كده. وبعدين في دوائر كتير وفي اندستري كبيرة تستحمل كل الممثلين دول وأكتر كمان. فبالعكس، بس الهدف الأهم إن إحنا كممثلين مصريين نبدأ بقى، وده اللي بيحصل دلوقتي مع أحمد مالك و... وأمير المصري ومعايا ومع غيرهم في ناس تانيين جايين بقوة، والبنات كمان. نبدأ نقول للعالم يا جماعة، مصر فيها ممثلين كويسين، ونعرف نشتغل على مستوى انترناشونال، واحنا بروفيشنال جدا، ونعرف نشتغل في حاجات بره ونشتغل على نفس المستوى بتاع الممثلين التانيين، وممكن نبقى احسن. هو نوز.